السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي الغاليين وحلقة جديدة وكابتن سيكو. حلقة النهاردة فيها موضوعين نار يا جماعة. أول موضوع في حلقتنا النهاردة وهو إن النادي الأهلي بيحقق إنجاز تاريخي وبيتخطى بايرن ميونخ وبرشلونة. شايف انا بقول لك بيتخطى مين؟ بايرن ميونخ وبرشلونه، والله العظيم دي ما اشتغاله. وخليه وتابعني كده لاخر الفيديو علشان تعرف ايه اللي حصل بالظبط. وتاني موضوع بقى في حلقتنا النهارده وهو ان ابراهيم نور الدين بيرجع بالاحتواء تاني يا جماعه لنادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك فاز امبارح 3-1 على سموحه، ولكن الاحتواء عاد اليكم من جديد. قبل ما نبدا بقى في حلقتنا النهارده دي، لو ما اشتركتش في القناة انزل بسرعة كده اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. وما تنساش بقى بعد ما تتفرج كده وتستقنيس احلى لايك، علشان والله العظيم اللايك ده بيفرق معايا جدا، لان هو تقديرا لمجهودي وتعبي علشان اوصل لكم بالمعلومة دي لحد عندكم. واللايك ده والله يا جماعة بيفرق جدا معايا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المحتوى مش هيكمل غير بدعمكم ومساعدتكم، بعد طبعا اولا واخيرا توفيق ربنا سبحانه وتعالى. خلينا ندخل كده في المواضيع بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. واول موضوع كده في حلقتنا النهارده وهو زي ما بقول لك ان النادي الاهلي بيحقق انجاز تاريخي. النادي الاهلي طبقا لمنظمه التاريخ والاحصاء التابعه للفيفا اعلنت عن تصنيف الفرق لشهر فبراير 2023. تخيل النادي الاهلي حصل على المركز الكام؟ النادي الاهلي حصل على المركز يا برنس المركز ال11 ب 218 نقطه ونص. طب عارف يعني ايه النادي الاهلي بيحقق المركز ال11 على مستوى العالم؟ عارف العالم فيه كام فرق؟ كفايه يا باشا فرق اوروبا بس، مش هقول لك بقى فرق افريقيا ولا اسيا، كفايه العتاوله اللي موجودين في اوروبا. تخيل ان النادي الاهلي في المركز ال11، بايرن ميونخ في ال15 وبرشلونه في المركز ال16. شفت النادي الاهلي الانجاز اللي عمل ايه؟ عايز اقول لك بقى ده حصل ليه؟ حصل الليله دي كلها ليه؟ علشان طبعا النادي الاهلي كان صعد لكاس العالم للانديه للمره الثامنه في تاريخه، وده الانجاز ده برده زي ما قلت لك ما حققهوش اي نادي عربي او افريقي، انه يصعد لكاس العالم للانديه 8 مرات. الحاجه الثانيه طبعا عشان النادي الاهلي حصل على المركز الرابع في كاس العالم للانديه. هاخدك بقى لحته الاداء. النادي الاهلي طبعا شئنا ام ابينا، سواء بقى كنت اهلاوي او زملكاوي، ونبعد كده يا جماعه والله على التعصب الاعمى او على الانتماء الاعمى، لا النادي الاهلي قدم اداء مشرف جدا للكره المصريه والكره العربيه والكره الافريقيه. النادي الاهلي عندك طبعا كسب اوكلاند وكسب سياتل ساوندرز. خلينا ماشي الماتشين دول تمام. تعال على ريال مدريد، احنا ما كناش نستحق طبعا الهزيمه دي خالص. حتى لعيبه ريال مدريد وانشيلوتي طلعوا بعد الماتش اشادوا بالنادي الاهلي وقالوا ان قد ايه الماتش في بعض اوقاته كان صعب. وللاسف خبره لعيبه ريال مدريد هي اللي رجحت الكفه لريال مدريد. وهاخدك بقى على ماتش فلامينجو، نفس القصه. بالعكس ده ماتش فلامينجو الاهلي قدم اداء ولا اروع، ده فلامينجو نفسها ما كانتش مصدقه. للاسف احنا انهزمنا بحاجتين في ماتش فلامينجو والناس كلها شايفه، باقدام لاعبينا وبعم مصطفى غربال اللي ما بيشوفش من الغربال، وطرد طبعا خالد عبد الفتاح الطرد اللي بالنيه ده اللي احنا ما نعرفش ايه جه منين ولا اخباره ايه. سيبك بقى كل من العك ده كله وسيبك من كل اللي حصل ده كله، افرح كده بناديك يا باشا وافتخر بيه وارفع راسك فوق. بقول لك النادي الاهلي متصنف يعني رقم 11. عارف يعني ايه رقم 11؟ رقم 11 على العالم، على العالم يا باشا. النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي في القرن ال20 كلنا عارفين، ولحد دلوقتي القرن ال21 لحد سنه 2023 برضو النادي الاهلي هو رقم 1. وخلي بالك النادي الاهلي برضو في التصنيف بتاع الشهر اللي فات بالنسبه للاتحاد الافريقي كان رقم 1، واللي قبله كان رقم 1. وان شاء الله التصنيف اللي جاي واللي بعده ان شاء الله الاهلي هيكمل ان شاء الله رقم 1 وهيفضل رقم 1. ده اول موضوع يا جماعه في حلقتنا النهارده. هاخدك بقى بسرعه للموضوع الثاني ده وهو ايه؟ عوده الاحتواء من جديد. بصراحه والله يا جماعه يعني الواحد مش عارف يقول ايه. خليني اقول لك ان اخر 7 ماتشات لعبهم نادي الزمالك بقى سواء في الدوري او في بطوله افريقيا، اخر 7 ماتشات دول ما كسبش منهم غير ماتش فيوتشر. فتقريبا ابراهيم نور الدين لما نزل امبارح الماتش قال لك انا عايز يعني مش عارف والله الواحد يقول ايه، بس هو قال لك تقريبا اطلع نادي الزمالك من المركز السادس اللي هو فيه ده، يمكن نطلع نزقه فوق شويه. وامبارح بصراحه عمل كارثه وحسب ضربه جزاء يعني زي ما نقول كده بالنيه، لدرجه ان احمد سيد زيزو اللي كان معاه الكوره ما كانش مصدق ان الكوره اتحسبت ضربه جزاء. انا ما اعرفش حسبها ضربه جزاء ازاي، وبصراحه يعني لمسه يد ازاي، يعني ما اعرفش هو شافها منين بجد والله. الواحد ما يعني مش عارف، لدرجه سبحان الله سبحان الله احمد سيد زيزو نفسه دخل شاط ضربه الجزاء ضاعت.
والله يا ابني يعني اقول لك ايه، الحرام ما بيدومش، هي اصلا مش بتاعتكم. احمد سيد زيزو نفسه ما كانش مصدق ان هي بينالتي، فسبحان الله راحت. اخدك بقى على لقطه تانية، وهي طبعا لقطه التدخل بتاعت محمد عبد الغني مع مين يا برنس؟ مع حسام حسن. دي ضربه جزاء واضحه للناس كلها، يعني ضربه جزاء واضحه للعالم كله. الفار ندهك وبصيت عليها تمام، والفار قال لك تعالى واتاكد والدنيا تمام، والراجل هرس رجل حسام حسن، وفي الاخر ولا اي حاجه خالص، ولا حياه لمن تنادي. طبعا لو ضربه الجزاء دي يا برنس لو كانت اتحسبت، سواء بقى دخلت او ما دخلتش مالناش دعوه، خلينا نقول انها اتحسبت. لو ضربه الجزاء دي كانت دخلت، كانت نتيجه الماتش كلها اتقلبت، وكانت اتقلبت ايه، راسا على عقب. عشان اكون صريح معاك، ومش عشان انا اهلاوي والله، بس هو برضو الزمالك امبارح ما قدمش المردود المطلوب منه قوي. يعني انت بتتكلم ماتش 90 دقيقه، الزمالك لعب 25 دقيقه، وبعد كده كان في استحواذ سلبي من سموحه. فيعني خليني اقول لك ان برضو يعني مش ده الزمالك، ولا يعني يستحق ان هو يكسب الثلاثه دول خالص. فلسه الزمالك ما رجعش، لسه الزمالك ما رجعش. طبعا فضيحه امبارح بقى دي، هل هي عدت كده بالسهل؟ خالص. من النهارده الصبح كان النادي الاهلي بعت رسميا لاتحاد الكوره تمام، وبيعترض طبعا على القرارات التحكيميه بتاعت امبارح. واهم حاجه قالها بنستعجل خبير اجنبي، بنستعجل الخبير الاجنبي علشان يجي. للاسف يا جماعه طفشوا كلاتنبرج، قال لك بقى بسكيليتا وشذوذ وبتاع، وقناه نادي الزمالك طلعت بهدلت الراجل، وفي الاخر للاسف الراجل سابنا ومشي وسوق سمعتنا بره في انجلترا، وبقى منظرنا منيل ب60 نيله. فالاهلي النهارده اعترض على القرارات التحكيميه بتاعت امبارح، وكان بيستعجل الخبير التحكيمي اللي هيجي بقى يعدل لنا المنظومه المنيله بنيله دي. يا جماعه ما انت والله لو انت هتكسب بمجهودك وتعبك كلنا هنسقف لك ونرفع لك كده القبعه ونقول لك الف الف مبروك، انما هتكسب بعوامل خارجيه وبحاجات كده ملهاش اي 30 لازمه، لا يا باشا. احنا لازم يا باشا نقف لك، علشان انت كده يعني الموضوع ما بقاش فيه عدل خالص. كفايه السنتين اللي فاتوا، الواحد مش عايز يتكلم اكتر من كده. خليني اقول لك بقى ان اخر تحديث بقى في الموضوع ده كله اللي حصل امبارح. النهارده لجنه التحكيم اوقفت مين يا برنس؟ ابراهيم نور الدين. ابراهيم نور الدين اتوقف النهارده لاجل غير مسمى. وطبعا برافو لجنه التحكيم ان هي خدت قرار سريع جدا على المهزله التحكيميه اللي حصلت امبارح. دي اسمها مهزله تحكيميه. وسبحان الله لا هتلاقي مرتضى منصور طلع يتكلم، ولا هتلاقي اي حد من الاعلام بتاع نادي الزمالك طلع يتكلم وخد يا برنس ال3 نقط واطلع اجري وايه احسن من مفيش وايه طرمخ واجري وكأن ايه مفيش حاجه حصلت. انما لما يحصل حاجه يمين ولا شمال تطلع تبص تلاقي الدنيا اتقلبت. انما عشان امبارح الموضوع كان في صالحهم وعدت على الله، عدت. بس الحمد لله لجنه التحكيم اوقفت النهارده يا جماعه ابراهيم نور الدين، وايه علشان ده ايه يبقى عبره لمن يعتبر. انت دلوقتي في منصب سواء كنت حكم او اداري او اي حاجه، اعمل اللي ربنا يمليه عليك. ما تقفش مع فرقه لصالح فرقه، ولا تقف مع الزمالك ولا تقف مع الاهلي، ماشي؟ اهم حاجه لازم يبقى ربنا قدامك، ما تظلمش لا ده ولا ده. واحنا يا جماعه والله مشجعين اهلي والنادي الاهلي واداريين الاهلي ولاعيبه الاهلي مش عايزين غير العدل. حلقه النهارده خلصت بسرعه كده، يا رب تكون بقى حلقه النهارده عجبتكم. اشوفكم على خير وحلقه جديده، سلام.